وبعد الموسم الثاني ليه مع ليدز بتوصل لرافينيا عروض من كبار أندية أوروبا زي أرسنال وتشيلسي وبايرن ميونخ وبرشلونة، ورافينيا بيقع في حيرة صعبة بين الانتقال لأندية عندها مشروع واضح وفي حالة استقرار مادي وإداري، أو يحقق حلمه إنه يلعب لبرشلونة زي أسطورته رونالدينيو اللي حببه في الكورة واللي كان نفسه يبقى زيه. ولكن برشلونة في حالة صعبة، لسه خارج من أزمة مالية كبيرة اتسببت فيها الإدارة السابقة لبرشلونة ورئيسها بارتوميو، انتهت ببيع أصول من النادي وبيعيش صراعات مالية لسه ما خلصتش وبيحاول يحلها الرئيس الجديد خوان لابورتا، ومعاهم تشافي هرنانديز كمدرب في أول تجربة أوروبية ليه، والفريق في مرحلة انتقالية ومتعاقد مع أكتر من صفقة جديدة. هيبقى ده أول موسم ليها في فريق برشلونة زي كوندي وليفاندوفسكي وفرانكيسي وكريستنسن، فكل ده كان بيخلي اختيار برشلونة صعب على رافينيا. لكن رافينيا بيختار قلبه وحلمه طفولته للمرة الثانية إنه يلعب وسط جماهير الكامب نو زي رونالدينيو، وكان لوكيله ديكو اللي اكتشفه من البرازيل دور في الصفقة، وبيتعاقد برشلونة مع رافينيا علشان يكمل صفقات الفريق ويبقى جزء من مشروع برشلونة الرجوع لمنصات البطولات بعقد قيمته 60 مليون يورو. بدأ رافينيا مع برشلونة الموسم كجناح أيمن، وللأسف أول موسم لرافينيا ما كانش على قد التوقعات، على الرغم إن أرقامه ما كانتش سيئة كأول موسم ليه في الليجا، وفي 50 ماتش لعبهم في كل البطولات ساهم ب10 أهداف و12 أسيست، وكان جزء من الفريق اللي أخذ الدوري والسوبر الأسباني مع تشافي، إلا إنه شارك في 5 ماتشات بس 90 دقيقة كاملين، وده دليل على عدم الاقتناع بيه. وتشافي كان بيفضل عليه في الجناح اليمين عثمان ديمبلي، واللي تشافي اداله الثقة الكاملة بعد رجوعه من الإصابة. وديمبلي كان مثالي لطريقة لعب تشافي اللي بتلزم الجناح اليمين بالالتزام بمركزه وصناعة اللعب على طرف الملعب، وده اللي كان سيء فيه رافينيا واللي خلاه يطلع بمستوى أقل من التوقعات. وفي الموسم الثاني بتيجي هديه لرافينيا بانتقال عثمان ديمبلي لباريس سان جيرمان وتفعيل الشرط الجزائي في عقده، وافتكر رافينيا انه هياخد فرصته كامله علشان يثبت نفسه لتشافي، لكن بياخد تشافي المخاطره انه يصعد الموهبه لامين يامال اللي عنده 16 سنة بس علشان يلعب على الجناح اليمين، واللي بيقدم مستوى خرافي بالنسبة لسنه، وده اللي خلى رافينيا يبقى لاعب بديل في أغلب فترات الموسم. وكمان إصابة عضلية تخليه يغيب عن 11 ماتش في موسم سيء لبرشلونة مع تشافي على مستوى النتائج في الدوري ودوري الأبطال، وخروج برشلونة من كأس ملك أسبانيا. ورافينيا كان بيعيش واحد من أسوأ المواسم في مسيرته. قرعة دوري الأبطال بتوقع برشلونة قدام باريس سان جيرمان، ويلعب تشافي برافينيا في مركز الجناح الشمال بتوظيف مختلف وبحرية حركة أكتر. وعلى الرغم من خسارة برشلونة في مجموع المباراتين وخروجه من دوري الأبطال، إلا إن رافينيا قدم مستوى جيد وسجل 3 أهداف في المباراتين. وتشافي كان بدأ يلاقي حل لمشكلة سوء أداء رافينيا وبدأ يلعبه أكتر على الجناح الشمال في الدوري، ومستوى رافينيا بدأ يتحسن في منتهى الروعة. يا سلام. وفي نهاية الموسم برشلونة بتخلص بموسم صفري بعد خسارة الدوري قدام ريال مدريد والخروج من كأس الملك أمام بلباو والخروج من دوري الأبطال على إيد باريس سان جيرمان. تقرر إدارة برشلونة إقالة المدرب تشافي هرنانديز، والوضع في برشلونة بدأ يزداد سوء بسبب الصراعات والأزمات المالية. وعلى الرغم من إن أرقام رافينيا لتاني موسم على التوالي ما تكونش سيئة بعد ما لعب في كل البطولات 37 ماتش وسجل 10 أهداف وصنع 13، إلا إن أداؤه في الملعب كان أقل من المتوقع بالنسبة للجمهور والرقم اللي جاي بيه علشان يساعد الفرقة. وتخليص برشلونة من الموسم الصفري كان كل ده بيمثل ضغط كبير على رافينيا في إثبات نفسه في نادي أحلامه. في فترة الانتقالات قبل بداية موسم 24-25 ومع استمرار أزمات برشلونة المالية، بيجي رافينيا عرض ضخم براتب خيالي من الدوري السعودي بقيمة 100 مليون دولار لضم رافينيا لدوري روشن، والعرض كان مغري لإدارة برشلونة في إنها تفكر تبيع رافينيا ويبقى سبب في حل أزمتها المالية، وبالذات بعد موسمين ما قدمش فيهم المتوقع منه، وتطور لامين يامال خصوصا بعد اليورو، ونية إدارة برشلونة في التعاقد مع نيك ويليامز اللي قدم أداء خاطف في اليورو برضه لتعويض رافينيا. ومع
تزايد مطالبة الجماهير برحيله عن النادي، بدأ رافينيا يحس وكأنه خارج الحسابات، وبدأ يفكر بجدية في قبول العرض والانتقال للدوري السعودي حتى لو ده كان معناه التخلي عن حلمه. وفي بداية الموسم بيتم تعيين الألماني هانزي فليك في منصب المدير الفني الجديد لبرشلونة، وكانت من أول قراراته إنه خلى برشلونة ترفض بيع رافينيا، وأكد للإدارة إنه هيعرف يستفيد منه في خطته المستقبلية مع النادي. وكلم فليك رافينيا وطلب إنه يجتمع معاه قبل التمرين قبل ما ياخد أي قرار يخص مستقبله، وفعلا أقنعه فليك بدوره في الفريق وإنه هيخليه يطلع أحسن نسخة من نفسه. وده بيبدأ من إنه بيخليه واحد من الكباتن الخمسة للفريق، وبيوعد رافينيا نفسه إنه مش هيخلي هانزي فليك يندم على القرار ده. وبيبدأ رافينيا الموسم مع برشلونة تحت قيادة فليك في المركز اللي تشافي جرب فيه رافينيا، ومستواه اتحسن في نهاية الموسم اللي فات على الجناح الشمال، لكن بالإضافة إلى طريقة فليك في اللعب بديناميكية أكتر، وحول رافينيا للجناح الشمال فتاك بدور أقرب للمرمى من خلال التحرك في قلب الدفاع جنب ليفاندوفسكي وخلق مساحات في ظهر الخصوم، وإنه يتحرك بسرعته وينهي الهجمات اللي قادر يصنعها بدري ولامين يامال، وخلى دوره من غير الكورة أكتر من دوره بالكورة، وإنه يبقى صاحب القرار الثاني اللي بيتوج مجموعة القرارات الأولى من الفريق. والتعديلات دي ساهمت إن رافينيا ينفجر، واستغل فليك رافينيا أفضل استغلال، واداله الحرية اللي نشأ عليها في شوارع البرازيل واللي اداها له مارسيلو بيلسا بس بشكل مختلف شوية. وظهر رافينيا كقائد حقيقي وحاسم لفريق برشلونة فليك الأفضل في العالم الموسم ده، وشارك ب 59 مساهمة تهديفية كأكتر لاعب مساهمات في الدوريات الخمسة الكبرى، وكان من عوامل الحسم المهمة جدا طول الموسم مع برشلونة اللي توجوا بالثلاثية المحلية وقدروا يفوزوا على منافسهم المباشر ريال مدريد في كل الماتشات اللي لعبوها قصاد بعض. ولولا اروخو والحكم سيمون مارشينياك كان ممكن يكون موسم تاريخي لبرشلونة ويقدروا يحققوا فيه كل البطولات الممكنة كأقوى فرقة في العالم. وكل ده خلى رافينيا من المرشحين الأقوياء على جائزة البالون دور الموسم ده بعد خيبة أمل كبيرة في موسمين مع تشافي وأداء أقل من المتوقع، ومن لاعب كان أقرب للرحيل للدوري السعودي إلى واحد من أفضل اللاعبين في العالم الموسم ده. والنقلة دي حصلت بسبب إصرار رافينيا وعدم استسلامه والعقلية التنافسية اللي اتكونت عنده من نشأته الصعبة واللي خلت عنده تحمل كبير للضغوطات في كل لحظة، وسلسلة الرفض اللي تعرضها من أول الأكاديميات اللي كانت بترفضه علشان ضعف جسمه لحد عدم نجاحه في مواسمه الأولى مع برشلونة. واللي برضه كان عامل رئيسي في التغير ده هو هانزي فليك اللي استغل إمكانيات رافينيا وقدر يطلع منه أفضل نسخة تناسب إمكانياته وتساعد الفريق وقدر يبني عليه واحدة من أقوى الفرق في العالم. ودي كانت قصة رافينيا. وانت كمان ما تفكرش عشان شوية مشاكل في حياتك عطلتك أو علشان معكش الإمكانيات إنك تبدأ في الحاجة اللي انت بتحبها، أو خيشت أكتر من مرة إنك تختار الطريق السهل وتفقد الأمل، أو لو حاسس إنك مش ناجح في شغلك أو بتحقق حاجة في حياتك، فممكن برضو تكون مشكلة توظيف واستغلال إمكانياتك في الشغل هي اللي معطلك إنك تبقى أفضل نسخة من نفسك. وانت في رأيك هل ممكن رافينيا ياخد البالون دور السنة دي؟